الواحدة ظهرا. أهلا بهالطلي أهلا بهالعين الكحلة، ضحكت لك وردة الدار وقالت لك أهلا وسهلا، ضحكت لك وردة الدار وقالت لك أهلا وسهلا. برنامج المنوعات ومتابعة الأحداث، متابعة يومية لحركة الناس والأحداث وكل ما هو جديد. مالي شغل بالسوق، مريت أشوفك عطشان حفن سنين واروي على شوفك. في تمام الساعة 1 ظهرا عبر أثير إذاعة صوت الجنوب. ثاني ما بنساك، ثاني ما بنساك، ما بزعل منك يا حبيبي لأني بهواك، حبيتك بجنون لأنك حنون، تركني بعيونك يا حبيبي ما شئت لولاك. لا انت بتدوب ولا قلبي بيدوب، انا والله مكتوب علي ابقى انا وياك. ملك رمشك مين تمشي 100 ميل، ليل الهوى طول يا حبيبي وقلبي بيتمناك. لما عيني بتغيب شمسك يا حبيبي بتغيب، وبيحملني بحضنه الغريب، بياخدني عبلات الغريب، بصير بعالم غريب. لما عيني بتغيب شمسك يا حبيبي. مساء الخير مستمعينا، بتواصل معكم على راديو صوت الجنوب على تردداتنا 90.3 و 98.7 FM في لؤي البتراء والشوبك. ثاني ما بنساك، ثاني ما بنساك، ما بزعل منك يا حبيبي لأني بهواك، حبيتك بجنون لأنك حنون، تركني بعيونك يا حبيبي ما عشقت لولاك. إذا مستمعينا رجعنا لكم بحلقة جديدة من برنامج الواحدة ظهرا، وأرقامنا حتى تتواصلوا معنا هي 0321 79 044 و 0321 79 045، وبتقدروا تتواصلوا عن طريق صفحتنا على الفيسبوك برنامج الواحدة ظهرا، وأي كومنت أو رسالة راح يتم قراءتها باسم الشخص اللي علق. إذن مستمعينا، موضوع حلقتنا لليوم راح يكون: هل فعلا تغيرت مقاييس حكمنا على الأشياء والأشخاص؟ خلينا نشوف شو آرائكم بس بعد ما نكمل الأغنية. طول بقلبي موجود، حبك خلى عمري ورود، مشيت بهالكون الدوار وحملت بقلبي أسرار، وانطر يا حبيبي لتعود. طول بقلبي موجود، حبك خلى عمري. إذن مستمعينا رجعنا لكم بحلقة جديدة من برنامج الواحدة ظهرا، واليوم يوم خميس في آخر أسبوع، فإن شاء الله تكون نهاية أسبوع جميلة على الجميع، وتكون نهاية أسبوع هيك ممتعة ومفيدة. مستمعينا طبعا في ناس عم تتواصل معي على الفيسبوك، فاكمنوا في ناس صار عندنا متابعين لحلقتنا ولا كل بوست عم بننزله، في ناس عم تعملنا تاجات ان هي عم تسمع برنامجنا، وفي ناس عم بتعطينا آرائها. فرح يكون عندي كل خميس فان اوف ذا ويك، معجب الاسبوع، ومعجب الاسبوع لاول مره في برنامج الواحدة ظهرا راح تكون بلقيس كثير بتتابعنا، كثير بتعمل كومنتات على بروفايلها الشخصي، كثير بتنزل اشياء عن البرنامج، عن انه مفيد وممتع وبسلي، وعن رأيها وآرائها الجميلة عن جد اللي أسعدتني وأسعدت جميع العاملين والقائمين على هذا البرنامج. فبلقيس مفاجأتي لك راح تكون إنه أنا راح أنزل بوست خاص لبلقيس على الفيسبوك، على بيج على
على بيج البرنامج، وكل تعليق بدك تعلقيه يا بلقيس او اهداء او اي شيء حابه تطلبيه من ضيفتنا اليوم زين كرزون، او اي موضوع حابه تحكيه على او اي تعليق عفوا حابه تحكيه على موضوع حلقتنا لليوم، راح تعملي كومنت فيه على هذا البوست. وهيني انا هسه نزلته على الفيسبوك مكتوب فيه بلقيس. هذا البوست مخصص فقط لبلقيس. اي شخص عمل بوست عليه راح يعمل كومنت عليه انا ما راح اقراه، راح اتاسف منه، لانه بلقيس هي فان اوف ذا ويك معجبة الاسبوع عنا في برنامج الواحدة ظهرا. مستمعينا مثل ما حكيت في بداية حلقتنا، طبعا اليوم هيك عجقة شوي وكنت في محاضرة وإشي زي هيك، فأنا جيت مستعجل من حماسي واندفاعي لحلقة اليوم. نسيت أعرف بحالي إنه معكم من وراء المايك أنا عبد الرحمن صلاح، وفي الإشراف والإعداد الهندسي مها دوينع. مستمعينا، هل فعلا تغيرت مقاييس حكمنا على الأشياء أو الأشخاص؟ برأيي بوجهة نظري أنا كعبد الرحمن صلاح هي فعلا تغيرت. لما قاعدين عم بنشوف مقاييس الرجولة عم تتغير، مقاييس الحكم على الأشخاص، مقاييس الحكم على الأشياء، لما إحنا عم نحكم على الإشي من خارجه، لما عم نحكم على الإشي بطريقة غير عادلة، إحنا هيك قاعدين عن جد عم بنغير الأشياء اللي عنا. زمان يمكن كانت عندنا مقاييس الرجولة، وكانت عندنا مثلا مقاييس الرجولة إنه تلاقي الشخص ممكن انه مثلا في مواقفه، في رجولته، في نخوته، لما بنخا واحد بوقف. هاي الاشياء احنا كلنا تربينا عليها، وهي عاداتنا وهي تقاليدنا. لكن في الوقت الحالي وفي الاشي اللي احنا هسه قاعدين عم بنعيش فيه، قاعدين عم نلاقي انه الدخان والارجيله اشي من علامات الرجوله، سب الذات الالهيه من علامات الرجوله، الحكي او التعرف على قصص البنات، وهاي الاشياء هي كلها من علامات الرجوله. لا، احنا مش هيك، مش هيك عاداتنا، مش هيك تقاليدنا، مش هيك احنا تربينا، مش هيك من اول ما احنا انولدنا كنا. هاي الاشياء دخلت علينا جديد، هاي الاشياء احنا صنعناها بايدينا، هاي الاشياء احنا اللي قاعدين عم نعطي فرصه لانها تكبر، اللي قاعدين عم نعطي فرصه لانه هاي الاشياء تتغلغل فينا وتتغلغل في جواتنا وتمحي من عنا عادات او تقاليد او تمحي من عنا اشياء وجدت، يعني انوجدت عنا من وقت ما احنا وعينا، من وقت ما وعيت على جدي، من وقت ما وعيت على ابوي، من وقت ما وعيت على الناس القديمه، هاي اللي في ناس ممكن ما لحقناها عم نسمع عنها. فليش احنا بنغير هاي الاشياء؟ صار حكمنا مثلا على الشخص المتدين في المظهر، بس حكمنا على الشخص المتدين في اللحيه. ممكن تلاقي واحد متدين او لحيته ممكن طويله، ممكن تلاقيها زي هيك، لكن عنده تصرفات كثير خاطئه. ممكن انه بيكفر، ممكن انه بتلاقيه بيعمل اشياء ثانيه غير، لكن متخفي بهاي الاشي. مو شرط انه انا اكون بني ادم عادي بلبس لبس عادي، ممكن ما يكون جدا هذاك يعني ممكن يعني مو لبس حديث وشيء وهيك وعادي وشكلي عادي وببين عليه اني انسان فاعل، لكن انا من جواتي اكون فعلا شخص صالح. لكن يعني مش شرط انه انا كل اشي لازم اعمل او بدي اسويه او هيك انه لازم ابين المظهر الخارجي للناس حتى يحكموا علي. لا، ياما كان في ناس من برا اشي ومن جوا كانت اشي ثاني. ياما في ناس كانت تحاول، خاصة مثلا في موضوع الدين بتلاقي ناس كثير بحطوا عندهم غطاء، بتلاقي ستار لاشياء كثير هم قاعدين عم يعملوها. مستمعينا، اول اتصال في حلقتنا لليوم ونحكي. الو اهلين، شو اخبارك؟ تمام كويس؟ تمام. انا سمعنا وينك يا انس؟ اشتقت لك، انا من زمان مش مقدم يعني هون، وصار لي فتره راجع الواحده ظهرا وانت ما عم تتواصل معي ولا عم بترن علي. والله دائما بفقدك على الجامعة، بقول وين عبد الرحمن هسه ما سمعت صوتك الناس حلو. الله يخليك انس، والله العظيم يا انس انت من المتابعين اللي انا عن جد كثير 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 بحبهم. الله. انس شو محضرنا لليوم؟ انا بعرف انه كل مره انت بترن علي فيها بكون في عندك شيء بدك تسمعني. شو بدك تسمعني اليوم؟ بغني. يلا. نتمي فوق ونتمي تحت، نتمي يمين ونتمي يسار، اعمل كده انقط عسل، اعمل كده اقشر بصل، دار انكسر شو مالك يا سوسو زعلانه، حبيبتي ضاعت كمقني عسرقنا شو اسمها قمر الدين وقمر الدين، قومي نقي واحدة من الحلوين، هي دي لا مش هي، يبقى الدور على دي. الله، يعني انس انا مش عارف احكي لك، يعني انت هيك غطيت على وائل كفوري. يعني انس من الناس اللي دائما بتتابع عنا، انس من الناس عن جد، انت من الناس اللي ممكن احنا بنحكي عنها. انس يعني بالنسبه للمستمعين، انس من الناس اللي عن جد انجاز من انجازات صوت الجنوب، طفل بهالعمر. انس انت كم عمرك؟ 8 سنين. عمره 8 سنين. انس عمره 8 سنين عم يطلع على الراديو، عم يطلع على الهواء، عم بيحكي، عم بيغني، عم بينشد. يعني في ناس كبار بالعشرينات واكبر من هيك والله العظيم ما عندها جرأة تعمل هذا الاشي. انس حاب تحكي لنا اشي؟
أنس سنوات وأنا بحكي معه. ما شاء الله العمر كله يا رب يا أنس. إذا أنس شكرا لكم. عفوا إحنا شاكرين وشاكرين لاتصالك على تواصلك معنا. مستمعينا فاصل وراجعين حتى يكون معنا تكون ضيفتنا معنا زين كرزون. استنونا بعد البريك. أسمراني صادني ورماني عغفلي والله جنيو أغياني من جماله أغياني من دلاله روحي والله حلاله عاشق أسمراني صادني ورماني عغفلي والله جاني أغياني من جماله أغياني من دلاله روحي والله حلاله عاشق روح الجميل عاشق عيون الكحيل عاشق هد الغوى حيلي ويلي 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 روح الجميل عاشق عيون الكحيل عاشق هد الغوى حيلي ويلي 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 عاشق أسمراني صادني ورماني عاقبني والله جاني أغياني من جماله أغياني من دلاله روحي والله حلاله إذا مستمعين رجعنا لكم بعد الفاصل الصغير. قبل ما ندخل معنا ضيفتنا لليوم زين كرزون، في معنا بس اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا أستاذ عبد الرحمن؟ الله يخليك. هلا. الحمد لله على السلامة. وين هيدي؟ الله يسلمك. والله هينا موجودين في الدنيا يعني، بس كانت شوية انشغالات في الدراسة وهيك يعني. الله إن شاء الله ينجحك وفقك في الدراسة وكل شيء إن شاء الله. إن شاء الله. الله يخليك. بس بتعرفنا عن حضرتك من معي بس؟ أنا أبو ماجد صاحبك الجديد. أبو ماجد. لا صاحبي، ولو صاحبي الجديد ولا زلت صاحبي يعني. أنا غبت عنكم شوي عشان هيك شوي نسيت الأصوات. جديد قديم. الله يخليك. كيف الحال؟ تمام التمام. والله هذا بالنسبة للموضوع الحلقة يعني تعرف يعني تكشف الإنسان عن طريق التجارب. صحيح. كيف سواء عملي تمام أو كلام أو ترافقه من بلد لبلد كمان ببين على حديثه. يعني في ناس تلاقيه مثلا على الهندامة كذا ومربي لحية وكذا وبتقول هذا إنسان كذا متدين كذا، لكن لما تعاملوا أو ترافقوا كذا صحيح أنا معناته حضري وش محله معكوسي. أو في ناس بحسن كلامه لما بده عامل إنسان وكذا بيصير يجيب آيات يجيب قرآن يجيب كذا بتقول هذا والله ما بده هذا. صحيح. لما تجربوا بتقول هو إحنا فكرنا إنسان متدين، في الأخير في المعاملة تبعته عكس ذلك. لازم الإنسان ما يكون عاطفي يعني. أكيد. لا يكون عاطفي، يكون يعني يختبر الناس. تعرف المظهر بيخدع. أكيد. المظهر دائما خداع. بيخدع. وأحيانا الكلام يعني بحكي لك كلام حلو هيك ومرتب وكذا وشيء بيجيب كذا، لكن النتيجة إنه عكس ذلك. إن شاء الله. أكيد هذا الحكي كله صحيح، حكي سليم 100%. أخ أبو ماجد شاكر لتواصلك معي، وعن جد أنا فاقد هذا الإشي من زمان، يمكن لأني من زمان مش مقدم هيك ورجعت لي يعني رجعت هون ورجعت لناس اللي بتحبني، فهذا الإشي بالنسبة لإنجاز كثير كبير. والله كلنا بنحبك وبنحب البرنامج بنحب ذاك. الله يخليك. الله يخليك. شاكرين لاتصالك، وإن شاء الله نهاية أسبوع تكون جميلة عليك. بدك تتواصل معنا دائما مو تنقطع عنا. خلص إن شاء الله. أنا حلقتي كل خميس استناني على الساعة 1. أهلا وسهلا. إن شاء الله.
يعافيك، شكرا. الله يعافيك. إذا مستمعينا راح أقرأ بعض التعليقات، مش جميعها لأنه في كثير تعليقات على موضوع الحلقة. في عنا صديقنا أحمد التمري بيحكي الناس بتحكم على المظهر الخارجي وبتنظر للجانب السلبي عادة لعيوب الناس، مع إنه بيكون مش عارف عنه إشي، بس هيك منظر من بعيد. وفي عنا محمد عوجاني بيحكي مقاييس الحكم تغيرت بسبب تغيير طريقة تفكير الناس، التخلف أصبح تطور في نظر البعض للأسف الشديد. ليث سلامة بيحكي لنا كمان الأنوثة صارت باللباس الضيق والمكياج والدلع زيادة وهيك، إلا من رحم ربي بس. بلقيس ما تعلق على البوست هذا، بلقيس تعلقي على البوست تبعك، انا عامل لك بوست كامل حتى تعلقي عندهم، تحكي لك انا في اشخاص كثير كنت احكي عنهم شيء بس طلعوا شيء ثاني وتغيرت كل شيء عنهم. اذا مستمعينا فاصل، هاي المره فاصل عن جد، وراجعين مع زين كرزون. انا لك الزمن يرجع ورا ولا الليالي تدور ويرجع وقتنا الاول وننعم في بساطتنا. اسمعونا على راديو صوت الجنوب على 90.3 FM و 98.7 في لؤي البتراء والشوبك. لما تجتمع العفوية مع خفة الدم والطيبة مع الصراحة، ولما نضيف عليهم ثقة بالنفس، راح يكون مزيج شخصيتنا جميل جدا. مستمعينا، ضيفتنا لليوم جمعت كل هاي الأشياء وأضافت عليهم أشياء بسيطة أو العديد من المواهب، منها الغناء، تقديم البرامج، التمثيل، التقليد، وتقمص الأشياء. ومثل ما حكيت، أنا ضيفتي ما راح أحكي عنها فنانة ولا شخصية مشهورة، لأنها جمعت أكثر موهبة بنفس الوقت. راح أحكي عنها إنسانة مبدعة قدرت إنها توصل لقلب كل شخص شافها بخفة دمها، عفويتها، قربها للناس، وتفاعلها معهم زاد حب الناس إلها. ضيفتي هي زين كرزون. زين، أهلا وسهلا فيكي في برنامج الواحدة ظهرا وعلى راديو صوت الجنوب. أهلا وسهلا فيك وأهلا وسهلا بكل مستمعين الراديو. أنا كتير مبسوطة أني أنا اليوم معك موجودة. والله إحنا المبسوطين أكثر فيكي وفي تواجدك معنا حبيبي. يعني زين، أنا مش عارف شو بدي أحكي. يعني أنا من وقت ما أنا نزلت بوست، وقت ما أخذت رقمك، إنه أخيرا قدرت أجيب رقم زين كرزون، من وقتها لحد الآن طبعا كل ما حدا يشوفني اللي بيحكي لي أنا بقدم عصير، واللي بيقول لي أنا بنظف، كانوا فاكرين أنت حكيت تواجدي معنا هون، اللي بيحكي أنا بقدم مي، واللي بيحكي لي أنا بظبط مايكات. فيعني زين، شو عاملة في الناس سبحان الله؟ إيش عاملة فيهم؟ شوف، أنا من الأشخاص اللي كتير حدا بسيط وعلى بساطتي وما عندي تصنع. يمكن بهاي الشغلة قدرت إني أوصل لقلوب الناس. وزي ما بتعرف إنه أنا بنزل يومياتي وبحكي مشاكل المجتمع اللي إحنا فيه ومشاكل البنات والشباب، فيمكن هذا الشيء خلاني أتقرب من الناس أكتر وعرفوا شخصيتي أنا أكتر.
زين يعني انا اليوم في الجامعه عم بمشي وحياة الله انه يعني انا طلعت بجوز، انا تركت شباب اصحابي كانوا قاعدين في الكافتيريا وطلعت، اقسم بالله اقسم بالله مش مجامله ولا هو مزح، لكن وقفوني 3 شباب سالوني زين جاي هون، امانه زين جاي هون، بحياة الله اذا انا جاي خليني اجي معك. يعني انا ما بدي احكي لك قديش ناس سالوني عنك، شباب وبنات وكل اللي معي في المحاضرات عم بيجوا بيسالوني، عم بيوقفوني عنك. ايش هيك؟ انا بدي اغار هيك معناته انا ما عم يسالوني عن البرنامج، بيسالوني عن زين. الله يعني يخليك. يعني شوف الحمد لله اهم شيء محبه الناس، هاي نعمه من عند رب العالمين. أكيد. يعني وزي ما برجع بقول لك انه لما بيشوفوا الشخص قد ايه هو على طبيعته وحدا كثير بحبوا الناس بالضبط، الناس بتحبه اكيد وبتتقرب له، يعني ما في داعي للواحد انه يتصنع او يشوف حاله، او يعني وانا بحكي انا لسه ببداياتي يعني الفنيه. فاهم شيء انك تكسب قاعده جمهور، يكون عندك ناس تكون مقربه لقلبك. يعني انا كثير ناس حتى صاروا يجوني على باب البيت، عرفت يعني برحبة صدر، انا اكيد الكل بستقبلهم، فلانه المحبه يعني صعب انك تشتريها. صحيح. يعني المحبه ما بتيجي هيك يعني، فالحمد لله. زين يعني أنا واحد من الناس اللي عن جد يعني متابع على السناب، على الانستغرام، على الفيسبوك. هل أنت بتعتقدي إنه نجاح الفنان يعني أو الشخص يكون حتى يوصل للنجومية أو للشهرة، إنه السوشيال ميديا تفاعلوا مع الناس، تواصلوا معهم، هل هذا الإشي بيأثر يعني بيجلب له ناس كثير، ولا بيجيب له شوية هيك وجعة راس ومشاكل؟ لا شوف، هلا هي فيها السلبي والايجابي، بس هي طبعا السوشيال ميديا صارت كتير مهمه هلا بعصرنا الموجود. يعني صرت انه بدك توصل اي دعايه او توصل اي فكره او توصل صحيح. اي شغله بدك اياها بتوصلها عن طريق السوشيال ميديا. زي ما بنعرف ان السوشيال ميديا صار هلا يعني متواجد بين ايدين كل الناس، من الصغير للكبير. يعني اي خبر انا بدي اعرفه او اشوفه صرت افوت على الانستغرام، فيسبوك، سناب شات. فهي الشغله كتير مهمه هلا. صحيح. يعني حتى انا بحكي للشباب، كتير بصادف شباب اصواتهم حلوه وبدهم يصيروا، بقول لهم دائما اشتغلوا على قاعده السوشيال ميديا مبدئيا، لانه هي بتوصل صوتك للناس. بالضبط. هلا اكيد في بيكون سلبي وايجابي، زي ما بقول لك في كومنتات بتكون شوي مزعجه احيانا، في كومنتات حلوه، بس انه الواحد بالاخر بيرجع انه كل واحد هو رايه، كل واحد هو ويعني اخلاقه. فأنا حاطة عندي على الانستغرام أنا عندي فوق 200,000 فولورز، إنه أي تعليق لا أقبلك. صحيح. فبالضبط بريح راسي، بعمري ما رديت على أي كومنت أو رديت على أي حدا من الهيترز. يعني بترك صحيح. بتركهم. تمام. هسه زين، قبل ما ابلش بطلبات الناس، قبل ما ابلش اقرا الفيسبوك، انا بدي احرجك هسه هيك، يعني بدي احكيك شغله. تمام. انا صرت بعت لك على السناب مليون مره بدي تغني لي ست الحبايب، بدي اسمعها بصوتك، ما دخلني على الهوا. هاي انا يعني انا جايبك حتى هاي الشغله. طب ليه ست الحبايب يعني؟ هاي الاغنيه هيك يعني بتعز علي شوي هيك يعني. لك اوكي بالضبط. هاي انا مني، هاي لسه قبل على فكره في طلبات انا حكيت لك على التليفون كثير. هاي كثير يعني. هذه ما دخلني. انت عند ناس بحبك يا عمي، شو دخلني؟ حاضرين. يلا. ست الحبايب يا حبيبة، يا أغلى من روحي ودمي، يا حنينة وكلك طيبة، يا ربي يخليك يا أمي، يا ربي يخليكي يا أمي، يا ست الحبايب يا حبيبة، يا حبيبة حبيبة. الله يعني ليش تحرمينا من هذا الاشي يا زين؟ يعني الله يسامحك. انا انت بتعرف موضوع الفن عندي والغنى، يعني انا ما اخذته هيك موهبه. ولما انا عملت الاغنيه مع غزالي، هي كانت مجرد ان انا كنت ضيفه شرف معها، وانا حبيت الاغنيه وحبيت اني اقدمها، بس انه زي ما الكل دايما بيسألني انه انت هل حتكملي مسيرة الغنى يعني مسيرة الفنية؟ انا بالنسبة لي لا، يعني اكيد لا. زين، انت بدايتك كانت وين؟ بايش انت بلشت انطلقتي لعالم الشهرة؟ انا انطلقت، كانت بداياتي موديلينج، وبعد الموديلينج طلعت على مصر، اخذت وظيفة ملكات جمال العرب ل 2013. على فكرة غلط هذا الوظيفة الأولى، يعني المفروض تكون تاخذي ملكة الجمال، يعني الصراحة على يلا ما على عندنا الفن، على هاي يعني على الاشياء اللي عندك، يعني ما بتعتمد بس على الجمال، واذا بتعتمد على الجمال يعني ما شاء الله عليك، يعني مش ناقصك اشي، المفروض انه يعني بس هي نصيب هي نصيب. بالضبط. بعدين بلشت بالبرامج، كان عندي برامج فاشن على قنوات النهار والأو اس ان،
وبعدين دخلت تجربة تمثيل، كنت فيها قبل 4 أشهر، كنت بصور بقطر. إن شاء الله حينزل مسلسل برمضان. طبعا دور بطولة. هو المسلسل اللي بيحكي عن قصص عائلات عايشة بمدينة اللؤلؤة في قطر. كل عائلة كانت من جنسية. في عنا كان العائلة اللبنانية، الخليجية، السورية. فأنا كنت من العائلة السورية، كان دوري اسمي شام. كان معنا كمان حسن حسني، الفنان حسن حسني، وكتير عديد من الفنانين بدون ذكر أسماء يعني، لأنه حاد من هون لبكرة وأنا بحكي الأسامي. تمام. فإن شاء الله يعني هاي التجربة تكون فاتحة خير علي يعني. وبصراحة يعني أنا مبسوطة إني دخلت أول تجربة تمثيل إلي، يعني كان عبارة عن 140 مشهد، يعني مش إنه مشهد ومشهدين، كان عندي كتير مشاهد. والحمد لله قدرت إني يعني بشهادة الفنان حسن حسني والمخرجين والممثلين إنه الحمد لله أنا أتقنت التمثيل والحمد لله. وهلا ان شاء الله يعني قريبا كمان شهر عندي كمان تصوير برنامج جديد. خليها شوي مع زين. لا هذا برنامج ان شاء الله حيكون كتير حلو ومميز للناس. هو حيكون كتير يعني اشي جديد، ان شاء الله بنحكي عنه بعدين لاحقا ان شاء الله. زين، طبعا انا عم بحاول يعني طلع مش عارف شو بدي اقرا، والله ما انا عارف شو بدي اقرا لك على الفيسبوك. في عنا ليس سلامه بيطلب منك، بوجه لك تحيه، بيطلب منك اغنيه هلا بريحه علي، بده يسمعها بصوتك. تمام. وحازم احمد بيحكي لك بوجه لك تحيه خاصه، وبطلب بوجه تحيه انا بوجه تحيه خاصه لزين، وبطلب منها تقول دنيا اسعد سعيد. يعني يعني شوف دنيا دنيا اخذت يمكن هيك صدى شوي مميز عني. انا من الاشخاص كثير بحب الفنانه امل عرفي طبعا، وبحترمها جدا، وهي من الكاركترات كانت دنيا اللي كثير مميزه بصراحه يعني بمسلسلها. كيف لكن يعني الله يعني أنا بحبها لدنيا وحبيبة قلبي ترفع إلهامة عينكم. طبعا يعني بالتقليد ما فيش حدا زيك، وبالغناء وبالتمثيل وبتقديم برامج، يعني ما شاء الله عليك فنانة يعني، أو مثل حكيت أنا إنسانة جامعة عدة مواهب شاملة. شوف يعني الفن حلو يكون، يعني أنا الفن أكيد بدمي، يعني كل شيء بحب، التمثيل، الغناء، كل شيء الحمد لله. زين، في معنا مداخلة هيك هاتفية. اوكي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. معك حازم طه. اهلين هلا حازم، كيفك؟ اودي لك تحية وفنانتنا زين. هاي زين معك. اهلا حازم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك؟ تمام، انت كيفك؟ والله الحمد لله تمام. انا والله صراحة من الناس اللي كثير متابعك على سناب شات وكثير بحبك. يا حياتي تسلم لي يا رب. الله يخليك يا رب. طب شو حافظ اكثر اشي بالسناب انا بحكيه؟ ايوه يمكن هاي اللي تميزت فيها السناب عندي كل ما وضبن حالكن كمان، ضبن حالكن. ضبن حالكن احسنكن. بالضبط، هاي الشغلات يعني عملت، يعني مع انها كانت اشياء هيك دمها خفيف يعني هيك لطيفه، لكن عملت اصداء وتركت اثر عند الناس. مثلا زي حازم بحكي لكم احفين، يعني شو ضل. يعني امبارح وصلني فيديو من الهند شو الطلاب بدرسوا هناك، فمعهم واحد هندي بيتابعني على السناب دايما، فمصورينه والهندي بيقول يا احفظ ضب حالكم. يعني تخيل وصل الموضوع للهند. وصلت يعني هاي الاصداء، يعني تخيل هذا بس من السوشيال ميديا، يعني مش انه من انت عم تطلع على وسائل اعلام او على شيء. فيعني عن جد السوشيال ميديا لها تاثير كثير كبير على هذا الشيء. حازم، حاب تحكي شيء لزين ولا خلاص؟ لا والله بس حبيت اسمع صوتك واسمع صوت فنانتنا زين. الله يسلمك. الله يخليك. زين حازم، من متابعين برنامج اللي كل اسبوع وكل حلقه لازم تتواصل معي سواء على الفيسبوك او على الهاتف، يعني بمكالمات ومداخلات هاتفيه. تمام. سلامي لك حازم، ثانك يو كثير. حازم شاكرين لاتصالك. وزين في طلب هيك خاص انا حاب اطلب منك. هلا في واحد من الفانز اللي هو من وقت ما نزلت عندك انه انت معي، هو كثير يعني كثير حاب مبلي فيك بشكل مش طبيعي، كثير بحبك. فهسه هو توجيهي، انا جبت رقم الشاب بطريقه ملتويه هيك وما حكيت له. هلا هو انا بدي اعمل له مفاجاه، بدي ادخله معي على الخط هلا. تمام. أوكي. هو توجيهي بدي منك كلمه دعم له مع ايش؟ مع اغنيه وحياة قلبي وافراحه. تمام. هلا بس خلي مها يا ريت تحكي لنا مع اسامه، خليها عبين ما تحكي مع اسامه نحكي شوي زين
عن الاشياء اللي انت هسه في سؤال انا في بالي عن جد. الريكوردات اللي بتعمل عليها فيديو انت من وين بتجيبيها؟ الايه؟ الريكوردز اللي عم تعملي عليها فيديوز على انا شوف انا من وين يعني بتجيبيهم؟ والله ما بعرف، يعني انا بتوصلني كلها واتساب من ناس انا ما بعرفهم. يعني اخر وحده تبعيت لولا الام اللي بتبهدل بنتها عشان هي رسمت بالتوجيهي، كلها بوصلني واتساب. يعني انا من اشخاص من ارقام انا ما بعرفهم، بس بيطلبوا مني انه زين بليز هذا الفويس تصوري لنا اياه ورح يعني يكون كتير بضحك فانا هاي الفويسات زي ما قلت لك هي بتوصل من الناس. يعني انا ما بكون انه بسمعها او بعرفها، بس انه بتوصل من الناس. تمام. هاي الاشياء عن جد لما احنا بنحكيها بتكون كثير يعني انت بتنزليها شغله ما خفيفه ممكن تضلها تترك طابع. يعني انا واحد من الناس، انا راح اكون فراشه كثير حبيتها و تبعت شو هاي تبعت شوكولاته. هاي انا هاد راح اعمله الفيديو شوكولاته هذا انا فيديو راح اعمله راح ابعث لك اياه تبع ويليام. يعني عن جد زي ما بقول لك انه انا حتى هاي الناس اللي انا الكاركترات اللي بقلدها، يعني بعد ما بنزل فيديو بيرجعوا بيحكوا معي وبتواصلوا معي. يعني انا امه لويليام تواصلت معي وشكرتني. زين ما بدك عندك بثواني عشان صار أسامة معنا على الخط. ثواني خليك ساكتة. الو مرحبا. اهلين. أسامة. ايوه عبد الرحمن صلاح، انا اللي حكيت معك اليوم من راديو صوت الجنوب. تفضل. أسامة، فرح حكت لك انه في مفاجأة. شو بتتوقع تكون مفاجأتك؟ مش عارف. شو رأيك؟ أسامة. اهلين. كيفك؟ تمام. معك زين كرزون، شو أخبارك؟ تمام الحمد لله. أسامة، احنا هسه على الهواء مباشرة في برنامج الواحدة ظهرا ومعنا ضيفة زين كرزون. انا حبيت ادخلك معي في البرنامج حتى تحكي معها، وهي حابة هيك تسمعك شغلة وتحكي لك كم من كلمة هيك حلوين. اول اشي انت توجيهي أسامة، مش هيك؟ يعني انا اول شيء بتمنى لك كل التوفيق، ولازم تدرس وتشد حيلك عشان تنجح. وشو حلواني طيب اذا نجحت؟ اللي بدك اياه. اللي بدي اياه؟ يعني عم تدرس انت شادت حيلك؟ الحمد لله. يلا جود لك. انا حبيت بس اعطيك شوية دعم وجود لك الك وان شاء الله بالامتحانات تكون مركز، وان شاء الله يعني بالنجاح كل النجاح. أسامة شو حاب تحكي لزين؟ شو حاب تحكي لشغلة هيك؟ أنا عارف إن أنت انعزقت إنه هذا الإشي هيك صدمك لما كنت تشوفه، متوقع إنه مع زين. لأنه أنا لما رنيت على أسامة سألته، عم بسأله شو لونك المفضل وشو أكلتك المفضلة وأنت توجيه وهيك، فسألته شو الشخصية مشهورة بتحبها، بحكي لي زين كرزون نيالي كزين يعني على الفانس على الجمهور حلو. أسامة شو بتحب تحكي لزين يعني؟ قلت لي سناب شات. الحمد لله. إذا أسامة شاكرين لتواجدك مع تواصلك معنا، وإن شاء الله تكون إنه أنت تكون حبيت الإشي اللي عملناه وتكون يعني الإشي اللي حبت توصلك يا فرح إنه هو وصل لك. زين، إحنا موضوع حلقتنا لليوم إنه هل عن جد تغير مقياس حكمنا على الأشياء أو على الأشخاص؟ يعني هل تغيرت هاي المقاييس؟ يعني مثلا زين زمان أيام ما كانوا يحكوا عن الواحد زلمة، شو كانوا يقيسوها؟ كانوا يقيسوها على قصة إنه بمواقفه، بتصرفاته، بتعامل مع الأشخاص. هسه عم بتلاقيهم مثلا والله قال إنه الدخان زلومية، مثلا سب الذات الإلهية، مع هذا إشي كثير غلط، زلومية. مثلا الحكي مع بنات، أو إنه والله أنا عم بحكي مع بنت أو ماي جاد، إنه جماعة الدا، إنه كثير إنه عم بأفروا في الموضوع، عم يعني بيكون إشي كثير غلط. شو رأيك أنت بالموضوع هذا زين؟ طبعا هو هاي كل المقاييس أكيد تغيرت. يعني أنا عم بدي أعطيك سامبل كثير سهل وبسيط. إنه أنا هديك المرة كنت قاعدة يوم الخميس في مقهى، فكل الأولاد الصغار تبعون المدارس، كل الأولاد الصغار تبعون المدارس، يعني أنت بتحكي من 14 ل 16 سنة، يعني اللي ماشي، اللي بيدخن، اللي بيسب، اللي بيعمل مشاكل، فهن صاروا يعتقدوا إنه هاي الشغلات هي بتخليهم إنه هن يعني يحكوا عنهم والله إنهم هن زلام، أو بيفكروا حالهم إنهم هن كبروا، إنه هذا الشيء كتير حلو بالزبط. إنه هو إنه هو عم بفرق، عم بيعمل شخصية لإله. أنا ضد هاي الشغلة. يعني الزلومية هي بعمرها ما كانت شتيمة، أو بعمرها ما كانت موقف، أو بعمرها ما كانت مسألة دخان، أو يعني حتى لو هو أو حتى إنه حكي مع بنت يعني
حتى لو يعني انت تطلع انه اكثرهم اعمارهم صغيره. انت عم تحكي من 14 ل 15 16 سنه ماشي بايده السيجاره، السبات، المشاكل، الطوش. فهاي شغلات هن بفكروا انه لما بيعملوها انه هن صاروا زلام وانه هن يعني. بس انا بالعكس، الزلوميه هي مواقف، الزلوميه هي اخلاق. يعني انا بالنسبه لي هي اخلاق، هي الفاظ، هي انه انت كيف لما تفوت محل يكون لك هيبه. انت لما بتعمل هاي الشغلات اكيد رح تنقل من هيبتك. فالزلوميه كثير لها معاني وكثير لها اخبار وقصص، هي لا تعتمد يعني احنا عن جد تغيرت مقاييسنا للحكم على الاشياء والاشخاص. يعني عم بنشوف شخص ممكن يكون في إشي بحياته، ممكن يكون هو هيك أسلوبه هادي وإشي زي هيك، عم نحكي عنه حكي عاطل، عم نستغيب وعم ننم عليه. حتى زمن جدودنا، يعني جدي وجدك زمن جدودنا تغير يعني. يعني حتى لو بتلاقي بنت مثلا واقفه بالشارع حدا بتحركش فيها، ما حدا بتطلع عليها ولا حدا مثلا. يعني النخوه تحسها شوي يعني بطلت زي اول. يعني مثلا حدا يوقف معها يدافع عنها، قليل كتير صار هذا الحكي. بتعرفي زين، يعني احنا الحمد لله في معان هاي الشغلات والعادات والتقاليد عمرها ما اندثرت، عمرها ما ماتت ولا راح تموت لحد الان. يعني يمكن احنا هنا في معان، يعني انا سكان عمان لكن بدرس هون طالب، انا معاني وساكن بعمان ولكن هون طالب في جامعه الحسين بن طلال. عم بشوف هاي الاشياء فعلا مش موجوده عندنا بعمان. يعني النخوة، الشهامة، الأشياء اللي هون عم بتشوف إنه لا، في عندهم لسه في عندهم غيرة، في عندهم أشياء يعني ما اندثرت التقاليد. هاي الأشياء ما راحت من عندهم. يعني بنتمنى والله العظيم من كل قلبي بتمنى إنه هاي الأشياء تضلها هيك، تضلها على ما هي عليه، لأنه هيك الحال أحسن. يعني أحسن من الأشياء اللي عم بتصير. زين، نرجع للفيسبوك. ليث سلامة بحكي لك شو أكتر إشي مفضل إليك، وطلب الأغنية 3 مرات صار طالب هلا بريحة هذه منك، وبحكي لك إنه لازم تغنيها، يعني ما فيش مجال. شو أكتر إشي أنا بحبه ولا أكتر إشي مفضل إليك؟ مفضل إلي من ناحية شو يعني؟ سامع يا ليث؟ يعني أنت بدك تبعت لنا إياها من ناحية إيش يا ليث، إنه تكون موظف إلها مفضل إلها. بده هلا بريحة هالي. أوكي. يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي، هلا بريحة هالي، هلا بالليلي، هلا بتال العمر، هلا هلا بالأولي، هلا بريحة هالي، هلا بالليلي، هلا بتال العمر، هلا هلا بالأولي. الله أوكي. الله عليك يا زين. زين معنا مداخلة على الهواء. اوكي. الو. والله يعطيك العافية. الله يعافيك. معك محمد أحمد. اهلين محمد. حب اول شيء امسي عليك وعلى فنانتنا زين كرزون. اهلا وسهلا فيك. مساء الخير. اهلا محمد. انا بصراحة من اكبر معجبينك في الاردن. يا الله يخليك. تسلم. ومتابعك على جميع وسائل التواصل الاجتماعي. تسلم لي يا رب. تسلم لي محمد. الله يخليك يا رب. بدي اغنية على ذوقك بس. أغنية على ذوقي؟ حاضرين. يعني شايف الكل بده منك أغاني، يعني والله صوتك حلو، ليش ما بتغني؟ صوتها ما شاء الله. خلاص حاضرين محمد. أوكي. طيب زين. زين برضو في عنا صديقنا أحمد صبحة بحكي لك بوجه لك سلام خاص، وحاب يسمع منك أغنية خاصة. بقول لك أنا حاب أسمع أغنية خاصة من فنانة زين كرزون، وعامل لك هاشتاج ضب حالكن. يعني هاشتاج ضب حالكن أنا عندي على البوست اللي أنا نزلته عنك كثير، غير هذا البوست الثاني. طبعا لسه البوست الأولاني كله ضب حالكن أو مأحفين. لا ضب حالكن أحسن كن. لا طبعا زين انا من الناس اللي عن جد متاثر كثير في الاشياء اللي انت بتنزلها على سناب شات، فبتلاقيني لغه الاحفنه ولغه الداء واللا هاي الطريقه مستفزه. ايوه ما راح اعملها على الهواء عشان عندي مستمعين. عشان الفانز اللي عندي اخر ما يروحوا، عرفتي كيف؟ أيوة. هاي الاشياء كلها هاي الاشياء كلها انا بالسكن مقززهم فيها. يعني كيف انا اقول لك نزل سناب اعملي شير للايك نفس الشيء. صحيح مزبوط. صارت الناس تتاثر يعني بهاي الكلمات، يعني حتى الاولاد الصغار الاطفال الامهات، يعني صار الكل يحكي هاي الكلمات اللي انا بحكيها. فهذا اشي حلو انه يعني الواحد بالزبط. ياثر على كل بالضبط. حلو ان انت تشوف محبة الناس، يعني اللي تكون عن جد طالعة من القلب، ما تكونش اللي هي انه بس والله يعني ناس عم بيتابعوني انا كفنانة انا كزين، او مثلا كأنه انا والله من عائلة كرزون اختي ديانا. صح، هذا السؤال انا بدي اساله، هذا بيوصلني من ناس وحكوني اني اسالك اياه على الهواء بس ما حب انه يذكر اسمه. بحكي لك زين، هل انت بتتوقعي انه شهرة ديانا كرزون
ساعدتك انت حتى توصلي لشهرة يعني؟ اكيد طبعا 100%. ديانا كان لها دور كبير انها دعمتني بداية مشواري، اكيد بعلاقاتها، اكيد بتواجدي معها. ديانا اكيد هي الداعم الاول والاخير. الاول كانت اكيد يعني. وديانا أنا من الأشخاص اللي بحترمها جدا ويعني أنا حاليا بكون أكثر الوقت متواجدة معها بشغلها وماسكت لها شغلها، فأكيد يعني ديانا هي الدعم الأول، وأكيد من غيرها أنا أكيد ما كنت وصلت للناس أكيد. طبعا نبارك لديانا، مفروض انه ان شاء الله يعني بركي بس ديانا رجعت وهيك تطلع معنا بحلقه من الحلقات، نبارك لها على اغنيه يا محيرني، الاغنيه الرائعه اللي زين طالعة بالسيارة، نازل من السيارة في البيت، برا البيت عم بتغنيها وتسمعها. كثير يعني كثير حبيتها وصارت عندي إدمان، يعني إذا ما بسمعها كل يوم بحس هيك يومي. أنا والله أنا حبيتها أول شيء عشان ديانا بتغنيها وحببني فيها بزيادة، إنه أنت كثير عم بتطلق يعني تغنيها وهيك خلص علقت في بالي، عرفتي كيف؟ إنه قد ما عم بفتح سناب شات وهيك. زين في معنا برضو كمان مداخلة على الهواء. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. مين عم يحكي معي؟ عبد الرحمن صلاح أنا. ألو مرحبا أستاذ عبد الرحمن. أهلين هلا. شو بكون يا عمي محاربينا أنت والأخت زين؟ ليش محاربينكم؟ صار لنا شي ربع ساعة نضرب عليكم ما عم تردوا علينا. والله ما هو علشان في ضغط على الاتصالات، لأنه تسلم لي يا أستاذ عبد الرحمن، الله تسلم لي الأخت زين على هالغنية الحلوة اللي غنتها، فعلا صوت ما شاء الله عليه. الله يخليك. بس يعني تعرفنا بحضرتك بس. هاي فنانة. بس احنا الفنانين، هتعرف مين أحسن منا فنانين؟ يسلم هالصوت شو حلو. الله يخليك. بس شو اخبارك انت؟ طمني عنك. تمام بس تعطيني مجال اسالك، ممكن تعرفنا بحاضرتك بس تعطيني اسمك؟ اسمي؟ شو عبد الرحمن، نسيت المختار حامد. الله يخليك، والله انا من زمان. يا استاذ عبد الرحمن لسه قبل شوي كنا نحوياكم. الله يخليك هيك نسيتونا انت وزين، ماشي الحال. لا والله انا وزين هينا، بس والله العظيم في ضغط على الاتصالات يا جماعه. والله احنا عشان في خطين، خط عليه زين والخط الثاني عم ناخذ الاتصالات. والله بعرف انه صرنا زمان ونحكي معكم الخط موصول. الله يقويكم. الله يخليك. شو اخبارك انت؟ طمني على صحتك. تمام. والله احنا اذا بدنا نحكي عن شو اسمه الناس معادن زي الذهب. تمام. ما بتقدر تعرف الشخص الا لما تحتك فيه. يعني مرات احيانا بيجي بقول لك والله ما شاء الله هذا كويس وما شاء الله عليه، ولما تدخله مضبوط فيه وتحكه مضبوط بتلاقيه مش مضبوط. تمام. احنا ما بدنا نطول عليك في الحديث، يعني احنا كل الشكر لك وللاخت زين. شاكرين لك. ويا ريتني اسمع زين غنية شيء هيك على كيفك اذا سمحت لي. اكيد اذا سمحت لي خليني اسمعك الغنية. اكيد سمعنا. في امكانية ولا ما في امكانية؟ اكيد سمعنا اكيد. يعني اسمعكم شيء مقطع بسيط بس لفريد الأطرش. اوكي. في امكانيات؟ في تفضل اكيد. طيب. حبيبي فهمني رخص الدمع الغالي، ضحيت بالكل عشانه وحرمني رضاه وحنانه. حبيبي وقلبي ملوش غير حبيبه، لا عمره يخونه ولا يوم راح يصونه، ومهما يجي فيني حيرجع يا مختار. هذا بطل مقطع، هذا كلام الألبوم. الله على هذا الصوت الرائع. حبيبي يعطيك العافية. يعطيك. لا هو حنضلنا لبكرة الصبح. إذا شاكرين لتواصل مختار حامد معنا والأغنية الرائعة. زين الكومنت تبعك مش طبيعي. هلا زين هذا حبيبي لبكرة الصبح. طبعا هذا من حب الناس إليك ومن حب الناس يعني عن جد، لأنهم يعني يعملوا لك ويوصلوا لك هيك. زين في برضو بلقيس بتحكي لك
بتحكي لك ما شاء الله عليك صوتك حلو، وفي لك عزومة بتحكي لي إنه أعزمك على الغداء عندها على لمعان، يعني هاي بدك حاضرين. هاي خلص خمتها. بس انا بطلع برا الموضوع، يعني انا يعني انا لازم لا اكيد انت اول واحد اكيد طبعا. يعني انا زين حسيت امبارح وانا عم بحكي معها على الواتساب عشان الفيسبوك والسناب شات حتشد شعرها، فتخيلي انت تشوفيني. لا انت تخيل قديش انا عن جد يعني بتجيني كمية مسجات باليوم. صحيح. يعني صحيح. وطلبات واهداءات، يعني فهذا الشيء كمان شوي يعني بخلي الواحد انه يعني مش انه ينضغط، انه بتبطل تتذكر مين بدك تعطي اهداء لمين او تهدي مين. يعني بصيروا يعاتبوك يزعل عليك ليش ما بتقرا وليش ما بترد على المسجات، فما بيعرف انه قديش الواحد بكون مضغوط. صحيح. يعني انا بحب انه دائما الناس انه تتعاون وتعرف انه الواحد بيكون مثلا عنده اكثر من شغله. صحيح. بس انا لزقه، يعني عرفت انه انا خلص اصريت يعني. زين في محمد عجان اللي رن علينا بيحكي لك انه هو طلب منك اغنيه وما غنيتي له، ممكن انا اختار الاغنيه؟ غني لنا، هو حكاك اغنيه على ذوقك هيك، شو رايك؟ يا محيرنك منه انت بتحبيها. يلا يا محيرني يا خوف تلعب علي، يا خوف تكذب علي، يا خوف تتسلى عيني بعينك، هذا شوف تحبني، هذا شوف تودني، هذا شوف ولا تتسلى. يا خوفي يا خوفي يا خوفي يا خوفي يا خوفي. الله الله. أنا على فكرة عم بحكي معك وأنا واقفة عند نادي الخيل الملكي. طبعا اليوم في ايفنت للخيول ومتسابقين، ويعني بصراحة إلي بالضبط قاعدة من وقت ما بحكي معك واقفة عند السيارة والكل عم بيطلع المتسابقين إنه يلا زين بدنا نبلش، عم بينادوني. فيعني يا إن شاء احنا زين آخر إشي هيك على السريع تمام، لأنه أصلا احنا موعد حلقتنا كمان انتهى. زين بحكي لك حازم أحمد بعت لك بحكي لك أنت الأسبوع الماضي نزلتي سناب لأغنية لحسين جسمي رحلنا عن بعضنا، وحكيتي هاي لشخص معين وما حكيت لي من أهديتيها في مجال. أنا ما أهديتها لحدا، هي فعليا هي قلت لهم أنا هي شخص مجهول، وهذا الشخص المجهول أنا ما بعرفه. يعني ممكن الشخص المجهول يكون الشخص اللي رح أحبه أو اللي رح يكون موجود بحياتي. أنا هلا بحياتي ما في حدا، يعني فإنه قلت شخص مجهول ليجي. يعني زين عمي، يعني ما فيش في حياتي حدا، فشدوا حيلكم انت الشاطر عاد هو زين. طبعا أنا كثير مبسوطة إني أنا اليوم كنت معك، وجد أنا بفتخر بشبابنا الأردنيين اللي بيكون عندهم دايما طموحات حلوة وعندهم فن راقي ومثقفين ووصلوا رسالة المواطن الأردني بطريقة حلوة لكل الناس. فأنا بفتخر فيكم جد يعني، وكل الدعم لإلكم أكيد. زين يعني أنا دائما طبيعة يعني أسلوبي في الهواء على الهواء وهيك يختلف تماما عن حلقة اليوم. يعني أنا اليوم سمعت أبدعت تمام، لكن وحياة الله عن جد الحلقة يعني أنا مش حاسس يعني متضايق لأنها خلصت تمام، و يعني في يعني اشياء كثير انا هيك شلتها ويمكن انا نسيت حطيتها وراي، ما مدققت عليها زي دايما. الحلقه كانت بسيطه معك، يعني لا بحكي لك فنانه ولا بحكي لك اكيد احنا يعني اصدقاء بالزبط. يعني وهي تعتبر هيك دردشه كانت حلوه لطيفه بالضبط. يعني كمان بعدين يعني كمان احنا بنفس المجال، يعني احنا اصدقاء، يعني انه اكيد يعني انت بتقدمي برامج وانا بقدم. لا اكيد كل الدعم لك، واكيد الله يخليكي زين. الله يخليكي. الله يسلمك يا رب. ثانك يو كثير، وثانك يو لكل المستمعين، وشكرا لكل الفانز اللي بعتوا مسجات وانا بتشرف فيكم اكيد زين. بدنا منك وعد اكيد هاد على الهوا هيك كل المستمعين. على فكره في ناس كثير عم بترن، وقبل شوي كانت عم برن وانا حكيت لهم انه خلاص انه الموضوع خلص. بدهم الفان بدهم المستمعين منك طلب انه وعد توعدينا انه اذا ديانا رجعت هون على الاردن على عمان انها تكون تطلع معنا اكيد بحلقة. بوعدكم كلكم ان شاء الله ديانا بس تكون متواجده بالبلد حتكون معاكم لايف على الراديو، وكل اسئلتكم وكل شيء بدكم اياه حيكون معك اكيد.
خلاص إن شاء الله. معناته زين حبيبي. حلقة أكثر من رائعة. الحكي اللي حكيته في تقديمي إليك والله كان من القلب، يعني ما فيش فيه ولا حرف واحد مجاملة. تسلم لي يا رب. شاكرين لتواصلك معنا. شكرا. الله يخليكي زين. الله يخليك. أهلا. إذا مستمعينا ناخذ فاصل صغير ونرجع حتى ننهي حلقتنا لليوم. ودعت عيونك أنا وفلايت، هبت الحنين بقلبي وما خلاك، لو في خسرت إنسان حبايت، أنا فيك خسرت هالدنيا كلها، قد الكون اشتقت لك، قد كلمات وكتبت لك، قد ليالي سهرت لك، لفت لك. إذن مستمعينا هاي كانت حلقتنا لليوم. إن شاء الله تكون حلقة دمها خفيف عليكم، تكونوا انبسطتوا، تكونوا حبيتوا الإشي اللي عملناه واللي قدمنا لكم إياه أنا وزين كرزون ضيفتي اللي بشكرها على تواجدها وحضورها معنا. بشكر كل من تواصل معي على الفيسبوك: أحمد التعمري، حازم أحمد صبحة، محمد عوجان، ليس سلامة، كل الناس اللي بلقيس، طبعا بلقيس فانز أوف ذا ويك، يعني لك شكر خاص أنتي. كل شخص تواصل معنا، كل شخص بعت لنا كومنت أو مسج أو حتى اتصل علينا، لكل الناس اتصلت على المختار حامد، أنس الشاويش و كل الأشخاص اللي اتصلوا علينا. شاكرين تواصلكم معنا. إن شاء الله تكون في عبرة من حلقتنا لليوم. موضوع حلقتنا هلا عن جد تغيرت هاي الأشياء، فعلا احنا تغير حكمنا على الأشياء، تغيرت مقاييس نحكم فيها على الأشياء والأشخاص. يا ريت نراجع حالنا، يا ريت كل شخص فينا بيحكم على شخص من لبسه، من نظرة، من مشية، من إشي، إنه يعدل هذا الإشي في باله، لأنه دائما الصورة مش دائما بتكون الصورة زي ما أنت شايفه. يعني أنت شايف إشي من برا، في إشي من جوا غير، رح يكون يختلف 360 درجة. كانت هاي حلقتنا اليوم، كان موضوع حلقتنا، نتمنى أن تنال إعجابكم. إلى أن ألقاكم الخميس الجاي في أمان الله. كان معكم وراء المايك أنا عبد الرحمن صلاح، وفي الإشراف والإعداد الهندسي مها دوينع. في أمان الله. الواحدة ظهرا. أهلا بطلي أهلا بهالعين الكحلة، ضحكت لك وردات الدار وقالت لك أهلا وسهلا، ضحكت لك وردات الدار وقالت لك أهلا وسهلا. برنامج المنوعات ومتابعة الأحداث، متابعة يومية لحركة الناس والأحداث وكل ما هو جديد. مالي شغل بالسوق، مريت أشوفك عطشان حقن سنين واروي على شوقك. في تمام الساعة 1 ظهرا عبر أثير إذاعة صوت الجنوب.